لو سيف ما راحش الزمالك انا ازعل وما اكلمهوش. تمام، انا ازعل وما اكلموش. طب دي انا متاكد منها، ماشي. طب هو معلومات حضرتك في بيراميدز ولا لا؟ انا معلوماتي عرفت النهارده من الوكيل، كنت بتكلم معاه، بس انا ما كنتش اعرف ان سيف مثلا كان ماضي بيراميدز وعقدين معاه وعقدين بره، ما كانش عندي معلومه دي. وانت عارف ان انا مش برضك في الفتره دي انا مش قريب من سيف شويه. مفهوم يا كابتن. فانا ما اعرفش هو عمل ايه، ولكن لو هو يعني تخلى عن النادي ومشي من النادي انا هزعل جدا يعني. هو مين الوكيل يا كابتن؟ حازم فتوح. حازم فتوح. حضرتك اتكلمت معاه النهارده؟ اتكلمت معاه بتاع 5 مرات. انا وكلمت كابتن احمد شوبير النهارده. طيب هل هو قال لحضرتك ان في جلسه النهارده مع المستشار مرتضى؟ لا ما اتكلمتش، انا اصلا زعقت له. يعني انا زعقت له، ما سمعت كده زعقت له. وبعدين ما كلمتوش بقى تاني. يعني ما ينفعش ان انا اكلمه ان هو يعني هو حتى لو مش ذنبه، يعني الحاجه اللي اتعملت دي ما تش هترضيني. حتى لو سيف يعني حس ان هو مثلا مظلوم، حس ان هو مش واخد حقه، حصل بيضغط عليه ولا حاجه، لكن انا في النهايه برضك مش بتاجر. انا اصلا النادي ده سيبك بقى ان احنا نقول الشعارات والكلام ده كله، لا انا النادي ده نادي، يعني احنا ولاد النادي يا باشا. ايه احنا ولاد النادي؟ انتوا ولاد نادي برمنجهام يا عم، ده الزمالك وتحوكة القرن. ني على هادي يا زبادي. اللي تم اعلانه في قناه الزمالك كان في اتفاق. سيف احنا خلصنا معاه كل حاجه، بكره هيجيب والدته يتصور ويمضي بس العقود وخلاص وخلاص خلصان. المفروض كانت النهارده. ده ما حصلش. سيف ما جاش اصلا النادي. ما راحش اصلا. سيف ما جاش النادي واعتذر لاداره الزمالك وقال لهم انا والدتي تعبانه ومش حاجه. ماشي تمام. طب بعد كده مفيش سيف. مفيش سيف. طب يا جماعه يعني عايز تقول ان اداره الزمالك اتفاجئت ان هو موقع، ولا هو قال لهم في اخر القعده وهو ماشي؟ خلاص هو بعد ما في الاخر خالص بعد ما الزمالك كان اتفق معاه وبعد ما خلص معاه كل حاجه وتم ابلاغه ان هيتم تجهيز مقدم العقد. ايوه تمام. ايوه. هو فوجئ ان هو قال لهم لا انا خلاص انا ماضي في بيراميدز. طب بس في نقطه. قال ان انا معايا نسخه من العقود، فاذا العقود لغت. انا معايا نسخه من العقود، هم في 4 عقود بيتم توقيع 4 عقود، انا معايا نسخه منهم. تمام. ده على حسب كلامه لاداره الزمالك. وقال لهم ان انا برضه انا عارف علاقتكم كويسه ببيراميدز، فالموضوع ممكن يتحل بشكل. ده في اخر القعده؟ في اخر القعده الاخيره. اخر القعده الاخيره مش في اولها لما تم الاتفاق وخلصوا. لا في اخر القعده. في اخر القعده. تمام. فبناء عليه تم ايه؟ اداره الزمالك قالت له خلاص يبقى انت كده هتكمل اتفاقك، والزمالك حتى هذه اللحظه مستني سيف انه يكمل اتفاقه وانه يوقع مع الزمالك، وبناء عليه بعد كده هم قالوا له الموضوع ممكن يتحل. وقع الزمالك ازاي يبقى موقع الاثنين؟ هو كده مش غلط ولا غلط؟ طبعا هو اللي هيتقال ان الزمالك هيقدر بعلاقته ببيراميدز ان هو يحل الموضوع. تمام. المعلومه اللي عندي سيف مش رايح النادي بكره، ولا هيروح النادي بكره ولا بعد بكره ولا بعد الراجل جاله طموح وكل عام وانتم بخير. هيروح مع كابتن رمضان ياكلوا بطاطس. البطاطس حلوه خالص.